من الأكلات الرمضانية اللي كتير طيبة معروك التمر. رح قلكن على السر لتطلع معكن العجينة طرية ومن دون ما نضيف بيض ونكهتها ولا أروع. ما تنسوا اللايك للفيديو ويلا نحضر أطياب معروك. بحتاج كوب من الحليب، لازم يكون الحليب دافي. رح أضيف له معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ورح أضيف نص قالب من الزبدة الدايبة. لازم تكون الزبدة حيوانية حتى تعطيني نكهة كتير طيبة للمعروك. بحركهم مع بعض حتى يدوب السكر وبرجع بغطيهم وبتركهم 10 دقايق حتى تتفاعل الخميرة. بعد 10 دقايق ضيف معلقتين كبار من اللبن الرايب أو الزبادي. اللبن هون طبعا هو بديل البيض. ورح أنخل فوقهم 3 أكواب من الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات. لازم أنخل الطحين حتى أتأكد إنه ما في أي شوائب. برجع بضيف له معلقة كبيرة من البيكنج باودر وربع معلقة صغيرة من المحلب الناعم، وكمان ما رح أنسى رشة الملح. وبلش بعجن فيهن. لازم أعجن كتير منيح. فيكن تستعملوا العجانة بهي المرحلة لتسهل عليكن العجن. بعد 10 دقايق من العجن هيك صارت العجينة متماسكة وناعمة وما بتلزق. رح أغلفها بمعلقة كبيرة من الزيت النباتي بغطيها وبتركها حتى ترتاح ساعة بمكان دافي. بهالوقت رح جهز حشوة التمر. بحتاج نص كيلو من التمر المطحون. رح أطريه بمعلقة كبيرة من الزبدة الدايبة. بدعكن منيح مع بعض حتى يتشرب التمر كل كمية الزبدة. ما رح أضيف أي بهارات تانية للتمر، رح أخليه على نكهة الزبدة. هاي العجينة اختمرت وتضاعف حجمها. شوفوا كيف طالعة طرية وناعمة. رح أخدها وبلش اشتغل فيها. بقطعها على شكل كرات بهالحجم. رح أخد أول كرة قطعتها وبلش بفرد فيها على شكل مستطيل. بحطلها حشوة التمر وبسكر الأطراف كتير منيح. وبقطعها هيك حتى تعطيني شكل المعروك. حاولوا العجينة بس تعجنوها، ما تشددوها أبدا حتى تطلع طرية بعد ما تختمر وما تكون ناشفة. عملت حجم القطعة وسط، ما كبرتها كتير. بالصينية اللي راح حطهم فيها راح أدهنها بدهنة خفيفة من الزيت. فيكن كمان تفرشوها ورق زبدة. بحط قطع المعروك فيها وبخلي مسافة بينهم لأنه رح يرجعوا ينفخوا وقت ما ينخبزوا. بغطيهم وبتركهم يرتاحوا نص ساعة حتى يرجع يتضاعف حجمهم مرة تانية. كل ما ريحنا العجينة كل ما عطتنا نتيجة أحلى وقت الخبز. بعد نص ساعة شوفوا كيف رجع تضاعف حجمهم.
رح أدهن وجههم بالحليب ورش عليهم السمسم المحمص. ورح دخلهم على فرن شغال من فوق وتحت على أعلى حرارة حتى ياخدوا لون ذهبي. بعد ما يطلعوا وهن سخنين مباشرة رح غطيهم حتى يضلوا طرايا. جربوها على طريقتي ورح تاكلوا أطيب معروك من دون بيض وبعجينة كتير طيبة. ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة، وبشوفكم بفيديو جديد.